تعالى اقولك الكيك الحلو النهارده ده اتعمل ازاي. هتعملي كيك ولا اجمل من كده؟ يلا بينا نبتدي الوصفه بتاعتنا. ولا لسه ما يعرفنيش، انا مطبخ ست هانم. يلا بقى حطي اللايك عشان اوعدك هتعملي احلى كيك النهارده. يلا بقى نقول بسم الله. معايا كوبايتين من الدقيق المنخول. هندخل الدقيق بتاعي بسرعه بسرعه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي احضر المكونات الاساسيه اللي احنا بنحطها على اي كيك عادي. بس النهارده انا بعمل ماربل كيك. بصوا بقى، الكيك بيبقى ليه تحضيرات، تمام؟ ولو ما عملتش التحضيرات دي بتبوظ منك، وانا اسالوني انا كنت فاشله كيك. هنحط معلقه من البيكنج باودر اللي هو كيس كيك شيف، معلقه بيكنج باودر براحتك. ظبطة السكر على كوبايتين الدقيق، كوبايه ونص من السكر. ومعايا كمان 4 بيضات حطيتهم، وحطيت شويه خل. ليه حطيت خل؟ انا ما كانش عندي فانيليا وطلعت بسم الله ما شاء الله جميله. طبعا احنا عارفين ان الخل بيبقى برضه محسن كيك. قعدت اضرب المكونات دي مع بعضها كويس جدا لحد ما ادتني قوام اللي هو الفوم. مش عارفه تطحنيها كده، كل ده ممكن يتحط في الخلاط وتسهلي على نفسك خالص خالص خالص. تمام. في الخطوه اللي بعد كده اهو، انا بقعد اطحن. يعني دي خطوه اساسيه، خدوا بالكم، لحد ما يعمل زي الفوم. وبعدين نزلت كوبايه من اللبن. بعد تطلعيه من التلاجة شويه وتسيبيه بره حبه كده عشان ياخد درجه حراره المطبخ. ونص كوبايه من الزيت. طب ما حطيتش زبده ليه؟ هو طبعا الكيك بيبقى احلى بالزيت مش بالزبده. ممكن تحطي زبده عادي او نص ونص، يعني ده اختيار حسب الطعم اللي انت بتحبيه. حطيت المكونات السائلة بتاعتي مع المكونات الجافة، وهبتدي اضرب كل الكلام ده مع بعضه. وهيطلع لي دلوقتي مزيج، قوام كيك حلو كده. وانتي بتعملي الكيك بتاعك خدي بالك، انتي بتبقى عارفه القوام. يعني ما يبقاش سايبه قوي من بعضها، ما تبقاش ماسكه قوي من بعضها. ده قوام الكيك المظبوط. قسمته على جزئين، جزء هعمله بالفانيليا عادي وجزء هعمله بالشوكولاته. تمام. فانا حبيت اسهل على نفسي وانقل كل دول في حاجه كده، اللي هو حاجه اللي انا هسهل على نفسي. حطيت من معلقه لمعلقتين كاكاو، يعني برضو درجه الغمقان الكاكاو ده او درجه غمقان الشوكولات بتاعك براحتك. وزودت شويه لبن علشان تفك كده بس معايا. انا حطيت معلقتين من الكاكاو الخام. طبعا مش هتضيفي سكر تاني من الكاكاو، يبقى فيه سكر هيبقى صعب قوي، يعني هيبقى مسكره قوي. برضو السكر الكوبايه ونص اللي انا حطيتهم في الاول، انت ممكن تخليها كوبايه، تخليها كوبايه وربع براحتك. السكر بتاعك انت بتظبطيه على حسب ما انت عايزه، يعني من كوبايه لكوبايه ونص في الكيكه دي اللي هي كوبايتين من الدقيق ومعلقتين من الكاكاو. بدأت انزل حبه حبه، طبعا حبه اسود حبه ابيض، حبه اسود حبه ابيض، براحتك خالص كده. بس في الاخر اللي هي بتطلع مزيج من الشوكولاته على الفانيليا، طعمها بيبقى خطير. تمام. وبس. وانت بتجهزي الكيك طبعا هتحضري الفرن بتاعك، تشغلي الفرن على اعلى درجه حراره اللي هي الشوايه من تحت، وتفضلي سايباه وقافله الفرن ياخد درجه حراره عاليه علشان لما تدخلي الكيك بتاعك تاخدي افضل نتيجه. يعني قبل ما تدخلي الكيك وهو عالي جدا توطيها شوية عشان تاخد راحتها خالص في السوا. هي بتاخد من تلت لنص ساعة على حسب الفرن بتاعك. بس كده، خطوات سهلة وبسيطة جدا، وهتشربي احلى كوباية شاي مع احلى حتة كيك. حاجة كده وهمية وتحفة. بصراحة انا بعشق الكيك ده، بعشقه بجد. على قد ما انا كنت فاشلة في الكيك ده، على قد ما انا بجد والله بقيت شاطرة جدا فيه، والحمد لله بتطلع مني مظبوطة. هنا انا عملت صينية تانية، كانت عندي طبعا الباقي، وكان الباقي حبة مش كتار، وانتوا هتشوفوا ليه معلتش احسن حاجة، يعني ما ادتنيش العلو الرهيب. ليه؟ لان كانت خلاص حبة صغننين خالص الباقيين معايا. بصوا هقول لكم حاجة. الماربل كيك حاجه اللي انا عملته في الاول، والصينيه دي ما تحطي الابيض كده وتحطي الكتل بتاعه الشوكولاته كده فيها، يعني هتبقى ازاي؟ ابيض حته غامقه، ابيض حته شوكولاته كده، طعمها بيبقى حاجه تانية. يعني دي طعم ودي طعم، خدوا بالكم. دي مزيج من الشوكولاته على الفانيليا، دي شوكولاته كده فانيليا كده وفيها حته شوكولاته. يعني بجد بتبقى طعمها خطير خطير خطير. جربوا الصينيتين
عايزين تعملوها بالطريقه دي براحتكم، عايزين تعملوها بالطريقه دي براحتكم، بس الاتنين في النهايه بجد بيطلعوا تحفه. يعني انت ممكن تجيبي صينيه كبيره وتحطي الابيض كله، وبعدين تنزلي بالشوكولاته زي ما انا وريتك كده، وبالعصايه الشيش طاووق، وتقلبي كده ايه تقليبه واحده بس، بتطلع خطيره. حضري بقى كده كوبايه الشاي وتعالي دوقي احلى قطعه كيك حلوه جدا 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 جدا. بصراحه انا على فكره بقطعها كده وهي سخنه، وما تفولتش مني ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين متماسكه حلوه جدا، وما لزقتش طبعا، لان حاطه انا مش هضحك عليكم حطيت ورق زبده. ولو ما حطيتيش ورق زبده سيبيها لما تبرد خالص. شايفين الشكل والحلاوه والطعم؟ ولا اجمل من كده بجد. هتجربوا وهتدعولي، ومقادير مظبوطه وحلوه جدا جدا جدا. مستنيه ايه؟ قومي جربيها، يلا قومي جربيها وقوليلي في الكومنتات طلعت عندك عامله ازاي. والكيكه اللي هناك دي حكايه حكايه. انا هقطع لكم حته دلوقتي منها وهوريها لكم. اللي انا عايزه اقول لكم عليه اللي هي بصي قطع شوكولاته مع الفانيليا وهميه. على فكره في فيديو للكيكه ديت لوحدها على القناه. ولو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانم. مع السلامة وبألف هنا. مع السلامة.